ما عايزين يسوقوا معاهم اي بنت، لانه البنات دي بيجيبوا لهم مشاكل مع ناس اي. فالرحله ذاتها عامله كيف مبالغه. وين وين عليك اللي انت اعمل لنا سلطه الفواكه، ما تعمل اي حاجه ثانيه خلاص. حماده حماده انت عليك اللي قطع لنا البطاطس لانك بتقطعها مثلثات. عصام انت عليك الله تعمل لنا الحله بس ما تعمل اي شيء. الدفارجه ماشي بفوق، ديل الناس يا اخوانا الموزعين لهم الحاجات. الدفارجه ماشي بفوق سمع الصوت رنين ده خاشلين بجوا. هي طلعوا البنات اللي معاكم. الله يا جنابه والله عشان الكلام ده نحن بينا نجيب معانا بنات. ما تقول لي انا سامع صوت مديك كده. طلع البنات وين؟ سلطان جاب سارع والله يا جنابه ما قلت لكم معانا بنات. ما معاكم اركبوا. رفعوهم قدام ثاني يوم ولانا من الصباح اول سلطان سارع بيكون ولانا بيزعل فيه. مطعم ناس تعال يا ولد اسمك منو؟ انا يا مولانا اسمي محمد وبدلوني بقول لي حمودي. حمودي هسه الرسول ده زمان كان بيقول لي حمودي 150 صوت. ابقى مالك البعده اسمك منو؟ انا يا مولانا اسمي يا ولد اسمك منو؟ قلت لك مطعم ناس حسام. يا ولد والله حضرتك انت عملت ثاني اديك تأبيده. اسمك منو؟ حسام. اسمي هيثم. هاي هيثم 150 صوت. ابقى مالك واحد واقف طرف مولانا ده اسمك و150 صوت ما بقول لك اي حاجه. جاوا لك من بغادي. يا مولانا يا اخي في شنو؟ مولانا عايل ليه وقال لي انت زول كويس يا اخي بيمشيك مع الناس دي شنو؟ والله تقول شنو يا مولانا يا اخي بس غدر يا مولانا. انت اسمك منو؟ انا اسمي ايمن يا مولانا. ايمن يا اخي انت عشان زول كويس المحكمه حكمت لك بالبراءه يتفضل امشي. ايمن ده قال عنده مشيه مبالغه بيقطع يده ورا وكراع قدام. مولانا عايل له شكل فيه وقال له ايموني قال له هي مولانا قال له 300 صوت. وناس ابو بكر يا اخواننا قالوا ابو بكر يا اخواننا فتح لنا مدينه بتاعت مناهي ونحن لنا في افتتاح سلسله مطاعم نجد. قالوا ابو بكر فتح محلات بتاعت رياضه بهنا بلياردو بهنا ما عارف تنس حوض السباحه. عزم منو وزير الشباب والثقافه والرياضه عشان يجي يفتتح. شغلوا اخواننا شوفوا نحن الوزير ده لما يجينا لازم نوريه بيان بالقبل حاجات هنا تكون جاهزه. هاي تقول الحكايه دي من هنا ده. جاء وزير الثقافه والشباب والرياضه اول شيء قال ديك البلياردو وده التنس ودي كره القدم وده الهول بتاع السباحه. تعال هو السباحه ده نحن هنشيل منه كل الكاسات. هنا يا سعادتك عشان نوريك بروفه. الفتاة بتاعك منو؟ اسحاق على بعد 50 متر عليك الله اعمل لنا بروفه في الهول ده. بالله اسحاق ده بوف جوا الحوض. البعد منو؟ يا هارون ده هناك في التابع الثاني اي من 70 متر عليك الله اعمل لنا جنكسه برضه. وزير الثقافه والشباب واقف دوف قال لي ما اقتنعت شكلك يا سعادتك لكن احنا عشان نوصل لك الحد هنعمل لك متر من 100 متر هناك اخر منو؟ قال لي ده فارونا عليك الله من 100 متر ادينا بروفه جنكسه جوا الهوت ده. بالله يا فارونا ده من 100 متر بوف. قال لا عشان تحترق حاله الهوت ما فيه مويه. يا اخوانا صراحة الزمن انتهى لكن جا ضيف عزيز علينا ومن جهة عزيزة. نحن تاني بنحيي الهلال يا جماعة. ونادي المنتدى تأمير الهلال ناس تقبلها مننا وإن شاء الله يكون المندي ده فاتحة خير على كل الناس اللي بياكل واللي بيبيعوا. انت برا ده دليفري. نحيي المريخ يا اخواننا واللون الأصفر ده. المريخ فريق كبير وفريق عظيم واستاده اجمل استاد في العاصمه القوميه. الخليفه اي استاد في السودان بيمسك مويه ما عدا استاد المريخ. ليه يا استاذ؟ الفريق كله مواسير. عجيبين. ده قالوا الناس كريستال بلح بالليل خش الطرمبه يحاول الرصيد. الطرمبه ما الطرمبه العاديه دي. الرصيد في الدماغ. هو بحاول في الرصيد يتذكر انه فيه هلال مورده. هلال هو على السكين. خلاص اتكهرب. الزمن ده كان قناديل سنهم فايق. ده غاب الهلال اتغلب. شاد معاه احتياط دليفري. نص. شاد معاه يا اخواننا نص. النص ده يا اخواننا في ناس بريئين انا ما بعرفه. النص ده بشيلوه سفري في باغه. سبحان الله شفت الفيديوهات بتظهر وين؟ خدت بختي في جيبه وماشي على الاستاد
قسة الاستاد يعني حلف ما يقعد له في مدرج حسب الفراس الله يهديه يا اخي واقف بيشجع هنا بقى المدرجات مع اللعيبه الاستاد المحتاج وحسب الفراس وشايف الكون ده كله معاه ديلك هناك شغالين يا كوتش يا كوتش طلع النص ده بنتغلب تشغل ما تطلعه يا كوتش دخل هيثم مصطفى النص ده فاضي يا كوتش ما تدخل زول النص ملان انا بشيل فاضي يا كوتش والله النص ده كعب يا كوتش عليه طلعت سيوبك وملح واحد منهاجم واحد جناح ماري بكوركو ده هنا المدافع قش يا عاقب عطا قش درجة قش قال له قش طلع بالشملة بطوق ده بلح قش نحى في الموبايل تنص قاعد شغال يا اخوانا بالطريقة دي بتطير مننا الكاس ده لقيت قال لي كاس دي ظروف بده فيها كاسات عن الأمة دي والواحد بيخرب ما يجي عامل حساب قال كاس ده شغال له غيروا ده دخلوا دوشكا الزمن ذاك شلنا ورنا طلقت دوشكا قال له دوشكا انا سكران ولا متبرد جيبوا مذبح انا حدي معاكم 40 وي هذا تقول لي دوشكا ولا جلد بس دوشكا هم الاثنين ربنا يرحمه جمهور الهلال كان بيحبه جدا نجم كان محبوب رحمه الله عليه وفضل كبير والله فالوالي بيعمل في احنا منزلينه الميدان بقى هنا الهلالاب قاموا الوالي جاء اخونا فنجد علينا نص الميدان قال لهم ما يجي الوالي اصلا نزعرقون ونص كوت السكري جلال زيادة مندي يا هاني طيب يا اخوانا كانت تربطنا بكم في هذه الامسيه هي سلسله مطاعم نجد متخصصين يا اخوانا والله في الفراخ والمشي والزولونين ده والله العظيم نعم وزورونا يا اخوانا ان شاء الله حتجدوا طاقم متعاون جدا ناس لذيذين ظريفين الناس اللي عاملين اجانب من دولة اليمن الشقيقة نحن بنحييهم كلهم ونتمنى لهم إقامة طيبة بين أهلهم في السودان. وقال يا اخواننا بنمشي في ناس ما حبشناهم نمشي وين؟ قاعدين الشوايق يا سمح قال يا اخوانا ده في الطابق ال 12 وقعت منه 500 جنيه شايقه من الطابق ال 12 فوق بالله زي المسكول قد يحد نازل يفتش فيها ما لقى اتضح انه جا نازل قدامه صعب يا اخي ده قبل كده اشترى 3 تفاحات خش البيت بعد المغرب داري ياكل انقرم النور قام مسوي سجداع قرم الثاني قام مسوي سجداع طفى النور اكل الثالث صعب يا اخي ده قبل كده بنى 1000 جنيه عملوا له 7 عمليات العمليه التامه مرقوا منه 200 جنيه فكر يا اخي ده يستعاملوا معاه كيف؟ متخارج من البلد دي قال لي اجراءاتك ناقصه بقى لما يحلبونا كده في ريسبشن قال لها ابنيتي كان تميت لي اجراءاتي دي بعدين ما بقصر معك بوصلك بالله البيت كف تمت لي اجراءاتك قالت له وين انتهيت قال لها سامح ابنيتي اديكي باقي القريشات السودانيه دي ولا اديك تليفوني دي قالت الشاي كده كانت ثاني مديني لي 10 جنيه خير شفت تليفونه في كاميرا ده قالت له وين اديني تليفونك قال لها سامح اكتب لي 0922 شوايقة؟ طيب يا اخوانا نفس الشوايقة ذاتي قالوا صافي شديد جاهلين؟ خلوا الشوايقة هون الشاقي جرى بطالبطها محلة واحدة بس قال عندك شنو يا جرى؟ ايش بو هذا؟ بطالبطها قال عندنا فول بجيب عندنا كباب عندنا لحم عندنا كيف عندنا بطاطس عندنا شاي عندنا الدمام الشاي قال له شنو يا زول؟ حلتك دي فيها رفوف وبطاب عنده خروفين خاتم في السوق من 6 صباحا لحد 6 مساء ما في زول قال له في راسه الرباطات ده اخلاقه جات فوق مالهم سجوت من حناكيش ده معروض كيف قال لي يا انكل لو سمعت الخرفان دي للبيت قال لي لا للعجال قال لي بجد يا انكل عشان البيت عايز اشتري يعني قال لي اي للبيت قال له خلاص البيت كده بكم قال له ده ب 150 قال له عوض تاني برضه للبيت الرباطات قال لي لا انا جاي ودي يا اخوي
جارية رمضان. طيب يا اخواننا، دي جعلي قالوا ما شاء الله مرته ولاده مبالغه، ريتوا حالكم. الولاده كيف يا اخواننا ذاتها؟ قالوا سبحان الله، المرة دي الولده الاولى جابتها لبنت، الرابعه جابتها لبنت، السابعه جابتها لبنت، الجعلي محل ما يلموا لك شو الجماعه؟ ابو البنات جعل زول حال يا اخواننا، ابو البنات دي ما بيقبل بها، يلف بغادي يلموا فيه الشفع، والله يا هو داخله وابونا السماء يا ولد امشي العب كلمه عجل النوم يا غالي، يلف بغادي يلموا فيه اخواننا ناس عوض الظل. وين الليله يا ابو البنات قاعدين من الصباح مستنينا؟ ولم والله يجيب لكم من نجدوا العمليات، زيحوا مني. قاعد في دكان يا اخواننا من الصباح، اتصلوا عليه قال له يا زول اجل مرتك في غرفه العمليات داير تلد. اخونا خلى المحل فاتح وجا جاي غرفه العمليات كبس وعمل لي اضراع وطلع سكينه برا، قال لها علي الطلاق بالثلاثه، عليت مرقيه بنت كان شرطك يا راجل، دي قسمة الله، هذه حاجة بتجي من الله، قال لها عارف بتجي من الله، لكن الناس دي بترحم علي الطلاق، هليت مرقيه بنت كان قطعي. مالك برا لاقى الدايه شايله شنطتها جايه خاشه، قال لها كله منك انت يا مرويس، تشيلي وتسللي لي في البنود علي الطلاق، هليت مرقيه بنت كان اقطعك معاك. حاله متكيفه تزغرد ايوه، الجعل يوقف وبقى يبرر